السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل معاكم الفراخ المشوية في الفرن بالبصل كده، وطالعة بقى بالجمال كده زي ما انتوا شايفين، وما خدتش يعني اي وقت في التحضير بتاعها ولا في التسوية. واخدة اللون الذهبي الجميل ده. نتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم. ندخل بقى على الطريقة على طول علشان ما نطولش عليكم الفيديو. دول بقى معايا 4 بصلات. ممكن بقى تستخدموا كمية البصل اللي انتوا حابينها، بس انا بصراحة بحب في الوصفة ديت البصل كتير. هنقطعه جوليان كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن اللي حابب يعني يحط بصل ابيض، الموجود يعني عندكم. هنكمل انا بقى الكميه ونرجع لكم عشان ما نطولش بس عليكم الفيديو. هنا بقى بعد ما خلصت كل كميه البصل، هنجيب بقى الصاج اللي انا هندخله الفرن، هنحط فيه كميه البصل اللي انا قطعتها ديت. هنتبله بقى، هنحط بقى كل التوابل اللي انتوا حابينها. نحط بقى ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات وبابريكا وتوم. حابين بقى انتوا تزودوا او تنقصوا ما اللي يريحكم. هنحط بقى من كل حاجه معلقه صغيره. الملح هو بس معلقه كبيره، ونص معلقه توم مهروس. دي البابريكا. يبقى انا حطيت ملح وبابريكا وكزبره وكمون وبهارات فراخ والثوم. هندعك بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها عشان البصل يبقى ايه متبل بجميع التوابل اللي احنا حطيناها دي. هنا بقى البصل بتاعنا بقى جاهز. هنجيب بقى الايه التتبيله. هنعمل بقى التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ. هنحط معلقتين من معجون الطماطم. هي كانت من عندي بس في الفريزر، فعشان كده متجمده شويه. وهنحط برضو عليها ايه التوابل اللي احنا حطيناها على البصل. ملح وكمون وفلفل وبهارات. وهنحط معلقة كبيرة عسل نحل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم حطيت ملح وفلفل وكمون وبهارات وبابريكا. هنحط معلقتين زيت. وهنحط معلقة كبيرة عسل نحل. بيدي لمعة جميلة للفراخ وبيديها برضو طعم جميل. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. كده الخليط بقى جاهز معانا. هنجيب بقى الفراخ عشان نتبلها. انا كنت عاملاها كده من تحت الجلد مفتحاها عشان التتبيله تدخل جواها. اي كميه فراخ بقى انتوا تفضلوها يعني، او فرخه كامله يعني. التتبيله دي تنفع برضو الفرخه كامله، بس انا بقى المره دي كنت جايبه ايه وراك يعني. تبلهم بقى كويس كده من تحت الجلد وفوق الجلد زي ما انتوا شايفين بالظبط كده في الفيديو. ونحطها بقى فوق البصل. سهله خالص وبسيطه وما خدتش اي وقت. بصراحه كان طعمها جميل خالص.
هنا بقى ما شاء الله بعد ما خلصت بقى كل الفراخ هندخلها بقى الفرن، وان شاء الله نوريها لكم لما هنغطيها بورق فويل وندخلها الفرن، وهنشيل بقى الورقة تاخد لون كده. هنا بقى ما شاء الله الفراخ بعد ما طلعت من الفرن ان شاء الله طالعه بالجمال زي ما انتم شايفين كده، واخده اللون الذهبي الجميل ده. هنقدمها بقى معاكم. جبت الطبق بقى كده وحطيت فيه شويه كزبره، هنحط بقى عليه الفراخ بتاعتنا. ممكن تقدموا بقى بالطريقه اللي تريحكم، يعني ممكن تقدموا مع رز او مع مكرونه، تاكل بقى بالعيش. يعني في كل الحالات بصراحه هي هتبقى جميله يعني ان شاء الله. هنرش عليها برضو شويه كزبره كده من فوق، هنحط بقى عليها شرايح ليمون، عشان يعني الطبق بتاعنا يبقى شكله جميل كده ويفتح النفس يعني. والليمون ده برضو ممكن يتعصر عليها برضو واحنا بناكل. نحط برضو شرايح فلفل اخضر كده. زي ما انتوا شايفين طالعه بالجمال ده. بتمنى بقى ان شاء الله يا حبايبي الوصفه بتاعت النهارده تعجبكم وتجربوها. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.